ممكن تبص في المراية وتشوف إنذار لأمراض القلب من غير ولا تحليل. عندك خط مايل في ودنك أو دهون صفرا حوالين عينك، ممكن تكون أول علامة إن قلبك في خطر. في علامات خارجية وأعراض داخلية ممكن تكون مرتبطة بأمراض القلب والشرايين، زي تجمعات دهنية صفرا حوالين العين، غالبا بتكون مرتبطة بارتفاع الكوليسترول، ودي علامة إن عندك قابلية بتصلب الشرايين. في حاجة اسمها فرانك سايز. دكتور فرانك عمل أبحاث وقال إن الودان لما يكون فيها خط عرض مايل زي اللي في الصورة، أبحاث ربطته بتصلب الشرايين. دهون البطن أخطر أنواع الدهون لأن بتكون حوالين الأعضاء الداخلية، بتزود الالتهابات ومقاومة الأنسولين. تورم الرجلين والكاحلين ممكن يكون ناتج عن فشل قلب احتقاني. ضيق في التنفس مع أقل مجهود علامة مبكرة على قصور عضلة القلب. الخفقان أو ضربات القلب غير المنتظمة أحيانا بيرفع خطر الجلطات والسكتات الدموية. الخلاصة، العلامات دي مش معناها إنك مؤكد مريض قلب، لكن إنذارات لازم تخلي بالك منها.